السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد يا زملكاويه. هنتكلم عن رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك، هنتكلم عن احمد بالحجي يوقع لنادي الزمالك، هنتكلم عن فشل انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك. اتمنى قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، وتابع معايا الفيديو للنهايه. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. واول خبر معانا باللاعب امام عاشور رحيله عن نادي الزمالك. شفنا بعد نهايه مباراه فيوتشر ضد نادي الزمالك اللي قدر الزمالك يفوز عليها 2-1، بعد المباراه شفنا فيديو ما بين امام عاشور ومرتضى منصور، وقال له ان هو حابب يحترف امام عاشور، وجاله عرض من نادي دنماركي. على فكره الدوري الدنماركي اصلا دوري ضعيف جدا، ولكن امام عاشور مصر ان هو يحترف في الوقت الحالي. شفنا على كده سأله انت حابب تكمل في نادي الزمالك ولا ترحل؟ شفنا امام عاشور اصر ان هو يرحل وقال ان نادي الزمالك بيتي، وشفنا طبعا هو بيدمع. ولكن بعد كده شفنا مرتضى منصور بيقول له ان هو لو هيرجع لمصر تاني هيرجع لنادي الزمالك، ما يروحش الاهلي. ودي النقطة اللي اكد عليها المستشار، وقال بعد كده ان هو حابب جدا ان امام عاشور ان هو يحترف ويكون زي صلاح والنني ومصطفى محمد والكلام ده كله. ولكن امام عاشور احنا عارفين هو هيمشي ازاي، كله عشان هو سلم على كهربا في ماتش الاهلي. فالمستشار طبعا حب ان هو يبوظ القوام الاساسي، وامام عاشور طبعا من الاعمده الاساسيه في نادي الزمالك دلوقتي، ومن اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر. فشفت بعد كده ان سياده المستشار قال بعد كده ان هو يمشي، واصر طبعا ان هو يمشي. ولكن دلوقتي في بدايل لامام عاشور، دلوقتي الزمالك بيتفاوض معاه في لعيب اسمه محمد كناريا، وده دلوقتي بيلعب في سيراميكا. دلوقتي الزمالك بيخلص فيه ممكن خلال ساعات يلاقي اللاعب ده موجود داخل نادي الزمالك. واتمنى الصفقه تطلع ناجحه، ما تطلعش طبعا زي عمرو السيسي او دونجا او الكلام ده كله، تطلع فعلا ناجحه تبرز كده بمعنى الكلمه، يكون اضافه بمعنى الكلمه ونحس بيه في الملعب. والصفقه الثانيه بعد كده احمد بالحجي لعيب نادي اسوان، لعيب مميز جدا. شفنا سجل 3 اهداف وعمل 7 اسيست، ولعيب ممتاز جدا ومغربي الجنسيه. اللعيب ده هيروح الزمالك 6 شهور اعاره، وبعد كده في بند بحق الشراء بعد ال6 شهور ده. لو اللاعب فعلا اثبت نفسه ولاعب كويس جدا، الزمالك بعد كده ممكن يشتريه ب 12 مليون جنيه، نفس اللي حصل مع سيف الدين الجزيري لما كان معانا واشتريناه من المقاولين. فدي صفقه انا شايف ان هي هتكون اضافه للولد، فعلا لمسته كويسه جدا ومتاسس كويس وسنه صغير، فانا شايف ان هو هيكون اضافه لنادي الزمالك. خصوصا كمان ان اللعيب ده لعب في دوريات اوروبيه، فبيفكرني شويه بزيزو لما كان بيلعب في البرتغال وبعد كده رجع مره تانية للدوري المصري عن طريق الزمالك. فنتمنى ان احمد بالحجي يكون لعيب مميز ويثبت نفسه في الدوري المصري، ويكون اضافه فعلا نحس بيها في نادي الزمالك. الخبر الثالث بعد كده تعلق بفشل صفقة عبد الله السعيد للمرة المليون ان هو يجي نادي الزمالك. طبعا مسؤولين بيراميدز دلوقتي قالوا ان هم عايزين 1,400,000 دولار، معرفش ليه شايفين ان رقم كبير قوي يعني كده، على اساس ايه ده عبد الله السعيد عنده 37 سنة. ولكن هم متمسكين باللاعب، وبمعنى صح بيطفشوا نادي الزمالك من الصفقة علشان اللاعب يفضل موجود في بيراميدز في الوقت الحالي. وعن نفسي انا قلت كذا مره ان احنا مش محتاجين عبد الله السعيد في حاجه، اللعيب شارك معاهم في الكونفدراليه وهيشارك معاهم في كاس مصر، فانا بالنسبه لي اللعيب خلاص اصلا كلها سنه ولا 2 ويكون شطب كوره واعتزل، هو اللي هيستفيد اصلا من نادي الزمالك. ومش هتكلم كتير على عبد الله السعيد، ولكن الصفقه فشلت بالفعل. وعلى فكره اللي خلاص دلوقتي الميركاتو هيقفل خلال الساعات الجايه دي، النهارده 31. وخبر اللي بعد كده في مفاوضات مع الزمالك دلوقتي بخصوص عودة جيسوالدو فيريرا انه يمسك الفريق مرة تانية. وعايز اقول لكم ان طبعا الزمالك مش قادر يدفع الشرط الجزائي بتاعه، عشان كده بيحاول يرجعه الزمالك، ولكن بشروطه ان هو يكون مع اسامه نبيه واستغنى عن المساعدين الاجانب عشان برضه يوفر طبعا فلوس شويه الزمالك، لان هم احنا عارفين مساعدين فرق بياخدوا بالعمله الاجنبيه بالدولار،
عارفين دلوقتي ازمه في الدولار، فعشان كده شفنا الزمالك بيحاول معاه ان هو يرجع مره تانية علشان نفس الوقت برضه يخلص العقد بتاعه بدل لما يدفع الشرط الجزائي، والزمالك طبعا واضح كده انه مفيش فلوس دلوقتي. فهنشوف القصه هترسى على ايه، ولكن هنشوف الزمالك عنده مباراه مهمه مع فاركو واتمنى التركيز فيها، ونشوف الدنيا تمشي ازاي في الفتره اللي جايه. متنساش قبل نهايه الفيديو تعمل لايك واشترك معنا في القناه وفعل الجرس على الكل، واشوفكم على خير. يلا سلام.